في الفيديو ده هكلمك عن السايلنت فاولز. يعني ايه السايلنت فاولز؟ يعني معناها الحروف المتحركة الساكنة اللي هي في بعض الكلمات مش بتتنطق، ودي طبعا هتحسن نطقك لبعض الكلمات. خليك فاكر ان الحروف المتحركة عندنا في اللغة الانجليزية هي الاي والاي والاي والاو واليو. تعال نشوف الكلمات اللي مش بتنطق فيها الحروف المتحركة. هي الحروف المكتوبة باللون الاحمر. اول كلمة عندنا اسمها chocolate. 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 الكلمة التانية اسمها business. business. جرب تنطق الكلمة التالتة كده لوحدك وشوف هتنطقها ازاي. ها. مم. اسمها vegetable. vegetable. كده laboratory. 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 الكلمة الأخيرة اسمها average. 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 تعال نشوف الكلمات دي. أول كلمة اسمها camera. camera. الكلمة اللي بعدها different. 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 الكلمة اللي بعديها separate. separate. الكلمة اللي بعديها restaurant. restaurant. الكلمة اللي بعديها certain. 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 الكلمة الأخيرة fault. fault. لو عجبك الفيديو وشايف ان هو مفيد وتعرف حد مهتم باللغة الانجليزية، فممكن تعمل له شير او تعمله منشن للفيديو ده وتعرفه على القناة بتاعتنا. ولو حضرتك مهتم بتعليم اللغة الانجليزية واسرار اللغة الانجليزية والتعمق في اسرارها، طبعا هيشرفني جدا وجودك في القناة ومتابعة القناة. اشوفكم في فيديو جديد. كان معاكم مستر مشهور. مع السلامة.